الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. هذا اللقاء بعنوان: هل يفوت الأجر في حق من صام رمضان ولكن لم يدرك من شوال سوى 5 أيام؟ البعض يتأخر بصيام الست حتى لا يتبقى من الشهر إلا 6 أيام، ثم يبدأ بالصيام، ثم يتفاجأ أن الشهر اكتمل ب29 يوما، فيكون قد صام رمضان وأتبعه ب5 من شوال فقط، فيظن أنه فقد كل الفضيلة بتفويته لصيام اليوم السادس، لأنه يعتقد أن الشرط من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، وأن هذه الفضيلة انعدمت وانقطعت تماما بفقدانه ليوم واحد من أيام 6 من شوال. وهذا ليس بصحيح، بناء على ما قررناه أن الشهر و6 الأيام بمعدل الدهر معلل بأن الحسنة بعشر أمثالها. وعليه الصواب في هذه الحالة أن من فاته صيام اليوم السادس يكون كمن صام الدهر إلا 10 أيام، إذن لم يحرم صيام الدهر كله، وإنما كان كصيام الدهر ناقص 10 أيام فقط، وليس النقصان للدهر بأكمله. فإن قال قائل: فهل له صيام يوم آخر من غير شوال بناء على المقرر السابق؟ قلنا: يكون الجواب أن اليوم المأخوذ من غير شوال يكون بأجر نافلة لا فريضة، كما قررناه أيضا بالتفصيل والتعليل في أحد اللقاءات السابقة. هذا هو الجواب على مسألة هذا اللقاء، وبه نختم، وإلى لقاء آخر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.